السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله هعمل معاكم الفطير المشلتت، وهنحشيه بمشكل الجبن. أتمنى يا حبايبي إن الفيديو يكون خفيف على قلوبكم ويعجبكم. شكرا لكم يا حبايبي على دعمكم ليا. أول حاجة هنبدأ بها كده يا جماعة، معانا كيلو دقيق متعدد الاستخدامات ماركة الأهرامات، هنجيبه وننخله. ومعانا معلقة صغيرة ملح ومعلقة كبيرة سكر. معانا البيكنج باودر، هناخد معلقة صغيرة ممسوحة، ما بنكترش البيكنج باودر طبعا عشان معانا كيلو دقيق واحد. هنقلب الدقيق بالبيكنج باودر، ونجيب معانا مج مية 200 ملي، وكمان هنشوف احنا هناخد مية معانا قد ايه. هننزل بالملح والسكر وندوبه في مج المية عشان نتأكد ان هو داب معانا. طبعا يا جماعة احنا هنشوف هناخد مية قد ايه، الكيلو هياخد قد ايه، لان احنا ما نقدرش نحدد، لان الدقيق بيختلف من نوع لنوع تاني في اخده للسوائل. هنبدأ ننزل بالمج المية اللي احنا دوبنا فيه الملح والسكر. معانا المج التاني اهو يا حبايبي، نبدأ ننزل بيه تدريجي عشان نبقى متحكمين في كمية المية اللي احنا بنحطها. كل ما نقلب كده ونلاقيه محتاج ومعانا دقيق برضو، نبدأ ان احنا ننزل شوية بشوية. هنشيل الاسباتولا كده يا جماعة، ونبدأ نشتغل بايدينا عشان نحس ملمس العجينة وعشان تبقى مظبوطة معانا. اول ما نحس ان الدقيق بدأ ان يتشرب السوائل كده ويشكل معانا عجينة، تحت كان في دقيق برضه اهو يا جماعة، نحط كمية مية بسيطة كده قيمة معلقتين، ونبدأ ان احنا نلم الدقيق بالمية. اول ما يشكل معانا كده عجينة يا جماعة، بنعمل الخطوة دي، بنسيب العجينة تريح، نريح ايدينا منها ونسيبها تريح قيمة دقيقتين تلاتة. ليه بنعمل الخطوة دي؟ بنحفز مادة الجلوتين عشان العجينة بتاعتنا نربي فيها عرق، وعشان تبقى جميلة وتبدأ انها تنعم معانا وتريحنا في العجن. نبدأ ان احنا نلت فيها كده يا جماعة، شوية مية صغيرين بشوية مية صغيرين. ده تالت مج يا حبايبي بوريهولكم ان باقي فيه قيمة ربع. نبدأ ناخد قيمة معلقتين بمعلقتين ونلت. طبعا احنا بنستمر في عملية العجين قيمة 15 او 17 دقيقة. ليه؟ علشان نخدم العجينة، والعجينة تبقى طالعة ناعمة معانا، ما تبقاش خشنة وفيها مسامات فتح كبيرة كده ومفتوحة نتنينا نعجن فيها. لما نخدم العجينة هتطلع لنا نتيجة حلوة للمخبوزات بتاعتنا. شوفوا يا جماعة، لما قعدنا بقى قيمة دخلنا على تلت ساعة كمان، العجينة بقت جميلة في ايدنا ازاي، ملبن في ايدينا اهيت. هنجيب البولة بتاعتنا قيمة معلقة زيت، ندهنها في البولة كده، ونحط العجين، وبرضه نغطي العجين برضو بقيمة معلقة زيت من فوق عشان ما ينشفش معانا كده، ونسيبه يريح قيمة 10 دقايق مش اكتر من كده. شوفوا لما ريحناه يا جماعة، شفتوا الخطوة ديت، المطة ديت كانت لما احنا ريحنا العجين بدأ ان هو بقى ايه، ينعم معانا ويبقى جميل وهيريحنا في الفرد وكده. هنبدأ ان احنا نشكل العجينة بتاعتنا. الكيلو الدقيق ده هنعمله 20 تقريصة، 20 كورة من اللي حضراتكم شايفينها، لاننا هنعمل فطيرتين اتنين، وكل فطيرة هتبقى 10 كور. بس طبعا هنعمل كل كورة كل فطيرة 5، وبعدين نضم اتنين نخليهم واحدة كده يا جماعة. بعد ما شكلنا الكرات بتاعتنا هي، ونحاول ان هو كل الكرات تبقى حجم واحد، مفيش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، من غير ميزان كده، حاجة بالنظر. بنكورهم كده يعني يكونوا متقاربين من بعض في الشكل. نعوص الوش معانا زيت كده علشان العجين وشه ما ينشفش مننا، ونسيبه يرتاح معانا قيمة نص ساعة كاملة بعد التقاريص كده. بعد ما سيبناه نص ساعة يا جماعة، طبعا هنيجي دلوقتي عشان نفرده. هنبدأ ان احنا نجيب شوية زيت صغيرين كده، ندهن سطح العمل بتاعنا اللي احنا هنشتغل عليه، ونجيب العجينة، ونبدأ ان احنا بنفرد من جوه لبره، ونحاول ان احنا نرقها على قد ما نقدر، نرقها عشان تبقى خفيفة معانا ومظبوطة معانا كده.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. المقطع اللي عدى يا جماعة أنا جيت كان انحذف مني، كنت قفلتها على هيئة ظرف. طبعا احنا هنكرر الخطوة دي كذا مرة وهتشوفوا الخطوة اللي انحذفت مني. جبنا قطعة عجين تانية يا جماعة، كنا مسيحين زبدة بقر، طبعا بتبقى خفيفة جميلة جدا وخفيفة في المشلتت، وبنحط عليها قيمة 3 4 معالق زيت، ما بنكترش الزيت عشان ما ينشفش الفطير بتاعنا. وندهن قطعة العجين كده، ونبدأ ان احنا نفردها برضو من جوه لبره كده علشان يبقى رقيق معانا. نحاول ان احنا نفردها جامد من غير ما يتقطع مننا. طبعا احنا خادمين العجينة ومخلينها زي الفل، واخدة حقها في العجين وفي التريح وفي كده، فعشان كده بسم الله ما شاء الله مفرودة معانا اهي من غير ما تتقطع وزي الفل. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله. اهو يا حبايبي شوفوا سطح العمل باين من تحت الحتة العجينة، وخفيفة جدا اهي بسم الله ما شاء الله. ورقينها على قد ما نقدر علشان الفطير بتاعنا يبقى الطبقات بتاعته رقيقة وجميل كده مش تخين. اهي القطعة يا جماعة اللي انا كنت قفلتها معانا اهيت. جبنا دهنا بقى بعد ما فردنا، دهنا شوية زبدة كده على العجين اللي احنا فردناه، وحطينا القطعة اللي احنا كنا عملناها على هيئة ظرف كده مربعة، ونبدأ نقفل الجزء التاني فوقها. ودي تاني قطعة عجين يا جماعة. كل فطيرة من دول هتاخد 5 تقريصات من دول، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. جبنا برضو قطعة عجين يا جماعة برضو، وحطيناها برضو في السمنة اهو. بندهنها في قلب الطبق اللي فيه زبدة كده، ونبدأ ان احنا نفرد برضو من جوه لبره. بسم الله ما شاء الله. لا إله إلا الله سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بنفرد اهو يا جماعة، تننا نفرد لحد ما نحس ان هي بقت رقيقة تحت ايدينا، ما نسيبهاش وهي تخينة ونلم، لا علشان يبقى خفيف معانا وطبقاته مورقة ورقيقة ويبقى جميل معانا. طبعا يا جماعة انا عملت الفطير في اول ما فتحت القناة كان سادة، لكن المرة دي هنحشيه بمشكل الجبن، جبنة رومي وجبنة تشيدر وجبنة موتزاريلا. بعد ما فردنا برضو ورقنا اهو، دهنا برضو شوية زبدة، حطينا القطعتين اللي احنا قفلناهم قبل كده، ودي التالتة يا حبايبي. كل ما بقتني تانية كده بدهن دهنة زبدة مش كتير حاجة برضو، بحيث انها تبقى ايه، تخلي الحاجة مورقة معاكي وما تبقاش كتير وما بقاش ايه، عشان الفطير ما يبقاش سمين معاكي برضو. اهو يا حبايبي ما شاء الله تبارك الرحمن. جبنا قطعة برضو حطيناها برضو في الزبدة، وهنبدأ ان احنا نفرد برضو عليها. اللهم تولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا الله، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. برضو بنفرد اهوت من جوه لبره، ونرق ونحافظ عليها انها ما تتقطعش معانا، عشان ما تسرطش السمنه اللي هتبقى فيها، تبقى محتفظه بسمنتها كده وتبقى حلوه معانا ما تنشفش معانا. بالراحه كده عشان ما تتقطعش معانا. بسم الله ما شاء الله العجينه مربيه عرق جميل، والدقيق ده نوعه جميل جدا يا جماعه، احنا متعودين ان احنا بنستعمله على طول، فما شاء الله. طبعا كمننا خادمينه في العجين ما بيتقطعش مننا، واخد حقه في العجين وفي التريح وفي كل حاجة. ما تنسوش يا حبايبي اخواتنا في فلسطين ندعي لهم دايما في صلاتنا، ربنا ينصرهم نصرا عزيزا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين يا رب العالمين. شلنا برضو اللي احنا عملناهم كده، وبنقفل برضو كل مرة كده يا حبايبي.
اهو يا حبايبي. بسم الله ما شاء الله. دي الخمسة معانا اهي يا حبايبي. برضو جبنا القطعة العجين بتاعتنا، تقرصة العجين كده، وحطيناها في طبق الزبدة، ونبدأ برضو ان احنا نفرد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي. شهر رجب هيهل، الأشهر الحرم هتبدأ معانا. اللهم ارزقنا الطاعات في شهر رجب وشهر شعبان، وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين. هنبدأ بقى يا حبايبي في الصيام، ونبدأ بقى في قراءة القرآن والحاجات الجميلة. بقى الشهر الكريم جاي يجري. بعد ما فردت كده ورقت معانا برضو يا حبايبي، دهنا برضو دهنة زبدة، وحطيت التقرصات بتاعتي، ودي كانت آخر واحدة. كل ما بعمل كده بندهن دهنة برضو ايه زبدة كده. ونقفل عليه. بسم الله ما شاء الله. وبكده يا جماعة نبقى عملنا أول واحدة. ودي اللهم صل على النبي، دي 5 تقريصات اهي. هنعمل 20 تقريصة هيبقوا 4. هنسيبها بقى تريح معانا. هنبدأ ان احنا كده ندهن الصينية بتاعتنا دهنة زيت خفيفة كده، ونروح حاطينها في الصينية تريح على ما نخلص بقية الكمية اللي عندنا. وأوريكم يا جماعة ان هي ريحت معانا. هي انا كنت خلصت الكمية بسم الله ما شاء الله. ال4 هم يا حبايبي، كل واحدة من دول 5 تقريصات. طبعا بقى في المرحلة التانية هنضم كل 2 من دول، هتبقى فطيرة واحدة. هنشوفها مع بعض كده. نجيب الصينية اللي احنا هنخبز عليها. وافضل حاجة للخبيز يا جماعة اللي هي الألمونيا، بتديك نتيجة حلوة ونتيجة موحدة كده، وبتبقى أفضل من الصيجان. هنحط دهنة زبدة برضو معانا كده، دي اللي احنا بقى ايه اللي هي تستوي بيها. ونبدأ ان احنا نحط الفطيرة معانا. هي كانت ريحت معانا شوية، نبدأ ان احنا نفردها على الصينية. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فردناها يا حبايبي. هنبدأ ان احنا نحط بقى ايه دي الجبنة دي يا جماعة. جبنة الحمد ديت جميلة جدا، واحنا يعني جربناها قبل كده. نوعيتها حلوة. مشكل جبن رومي على تشيدر على موتزاريلا. هنحط شوية جبنة كده ونفردهم في الفطير بتاعنا. كان معايا برضو جبنة تشيدر يا حبايبي، كنت بشرها هيت. قلت ايه ازود عشان الفطيرة تبقى إيه فيها كمية جبن كده تبقى حلوة. بصراحة يا جماعة والله كانت روعة بسم الله ما شاء الله. هنجيب كمان واحدة يا حبايبي ونفردها على الصينية معانا اهي. نبدأ برضو ان احنا نفرد العجين. بصوا يا جماعة مريح معانا ازاي وجميل ازاي. بيمشي معانا لانه ريح وقعد فترة كبيرة. ما شاء الله. مش عايزة شغل يعني على طول معانا بسرعة كده. فردتها كده يا حبايبي، وبوريكم اللي احنا حشناها اهي. هنجيب ديت ونحطها فوق دي الطبقة التانية بقى. هنشيلها بايدينا بالراحة كده، ونبدأ ان احنا نحطها فوق الفطيرة التانية اهي. هنبدأ ان احنا نتني طرف الفطيرة الفوقانية تحت من الفطيرة دي عشان نقفل على الجبن اللي احنا حطيناه. اللهم انك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا يا الله. عدلنا كده الطرف بتاع الفطيرة تحت التانية يا جماعة. نبدأ ان احنا نفردها كده بقى ونظبطها بايدينا كده اهي. احنا عايزينها تبقى وسط برضو، ما تبقاش تخينة، فنفرد فيها قد ما احنا عايزين. بسم الله ما شاء الله. نظبطها كده ونعدلها.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اننا نظبط فيها لما نتأكد ان هي بقت من كل يمة بتاع واحد كده يا جماعة، ومفيش حتة عالية وحتة واطية فيها. ما شاء الله. جبت الصينية اهي يا حبايبي، دهنتها دهنة برضو، وهبدأ ان انا افرد التانية. حطيت في الصينية برضو اللي انا هشتغل فيها دكان، عملنا اتنين وضمناهم على بعض وفي وسطهم حشوة كده. هنبدأ نعمل التانية. دهنا الصينية دي برضو بقيمة معلقتين زبدة كده، ونبدأ نفرد برضو الفطيرة ونخليها وسط، لا رقيقة ولا تخينة معانا. ما شاء الله تبارك الرحمن. عايزاكم تقولوا رأيكم يا حبايبي في التعليقات، ايه رأيكم في الفطور الجميل ده. تكتبوا لي كومنت حلو يسعد قلبي، ربنا يسعد قلوبكم. الفطيرة التانية هي يا جماعة بعد ما فردناها برضو بنفرد عليها الجبن برضو كده، ونحط عليها برضو باقة الجبنة تشيدر اللي انا كنت عاملاها. طبعا الكيس ده ما بيبقاش فيه كتير يا جماعة، فانا كان عندي جبنة شيدر بشرتها على المبشرة كده عشان ازود كمية الجبن فيه. حط كمية حلوة كده عشان تبقى ايه باينة في الفطير. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. طبعا يا جماعة كل ما بنعمل حاجة في مطبخنا او بنعمل اكلة لولادنا ما نستغناش عن الاستغفار والصلاة على النبي كتير. ربنا يكرمنا جميعا اللهم امين، ببركة الاستغفار وببركة الباقيات الصالحات وبفضل الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ نفرد التانية يا حبايبي ونقفلها برضو على الفطيرة الأولانية بالطريقة دي، ونتني برضو الحافية بتاعة الفطيرة اللي فوق تحت الفطيرة التانية التحتانية بنفس الطريقة كده. بسم الله ما شاء الله. حاولوا يا حبايبي تعملوه زي ما أنا عاملاه كده. بسم الله ما شاء الله كان روعة والله. انتوا هتحكموا بنفسكوا يعني. بعد ما حطينا الفطيرة كده هنبدأ ان احنا برضو ايه نظبطها بقى ونفرد عشان ما تبقاش إيه تخينة معانا. احنا عايزينها تبقى وسط كده عشان اما تستوي تبقى الفطيرة مظبوطة معانا كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فردناها كده بوسع الصينية يا حبايبي. طبعا يا جماعة اخر مرحلة هنعملها معاه ان احنا هندهن الفطيرة من فوق بالقشطة الجاموسي. فطبعا لما ندهن ما ندهنش الا الفطيره اللي هتدخل الفرن، ما ندهنش الاتنين ونسيب واحده على ما نخبز واحده، لا ندهن فطيره وندخلها، ولما تطلع قبل ما ندخل التانية نبقى ندهنها، ما ندهنهاش ونركنها. كان معانا قشطه هي يا حبايبي. هنبدا ندهن الوش كده، بيخلي القشطه ديت لما بتبقى محطوطه على الوش من فوق بتخلي لك الفطير كده مسكر وتخليه جميل وتديكي شكل وش حلو ليه كده احمر حلو جميل كده. يلا يا حبيبة قلبي حاولي ان انت تتشجعي بقى وتقومي تعملي فطيرتين كده لولادك، حاجة تدفيهم في الشتاء. وطبعا المخبوزات دي خير في البيت بسم الله ما شاء الله، وحاجة بتبقى حلوة. ما نشتريش اي حاجة جاهزة من الافران، كل حاجة نعملها بايدنا هتعمليها افضل من ما تجيبيها جاهزة مليون مرة. حطيناها في الفرن يا جماعة. طبعا بنحمل فرن من فوق ومن تحت قبل منها ب5 دقايق، ونبدأ ان احنا ندخل المخبوزات عندنا الفطير عندنا كده، ولما ياخد ارضيه من تحت نبدا نعلي الشوارق من فوق عشان ياخد ايه وش معانا. بصوا يا جماعه بسم الله ما شاء الله من تحت ومن فوق حاجه ورده اهي بسم الله ما شاء الله. وكان مستطر معانا لان اول ما طلعته
غطيتها كده علشان ترد من الخبيز وتطرى معايا. التانية هي معايا يا حبايبي. هنبدأ برضو ان احنا ندهنها ندهن وشها بالقشطة برضو كده قبل ما ندخلها الفرن. ما دهناهاش وسبناها، لا، وقت ما نيجي ندخل دي رخرة بندهنها كده. بعد ما طلعت من الفرن اهي برضو يا جماعة، بسم الله ما شاء الله. بوريكم ان هي قد ايه طرية وجميلة، لاننا غطيناهم بعد ما طلعوا من الفرن. حاجة كده روعة. اتمنى ان الفيديو النهاردة يعجبكم. اللي يعجبه الفيديو يا حبايبي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط لايك وشير واشتراك في القناة. شكرا ليكم يا حبايبي على مشاهدتكم ليا ودعمكم ليا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.